وزيري الخارجية. والآن ننتقل للأسئلة. قناة الجزيرة. مساء الخير، هيثم أبو صالح، قناة الجزيرة. سعادة وزير الخارجية القطري، ماذا تردون على تسريب اتفاقي الرياض وعلى توقيته؟ توقيت التسريب طبعا. أولا بالنسبة لتسريب اتفاق الرياض مساء أمس والتوقيت الذي تم تسريب هذا الاتفاق فيه هي جهود واضحة للتقليل من شأن وساطة دولة الكويت الشقيقة، وأيضا التأثير على الزيارة والجهود والمساعي التي تقوم بها الولايات المتحدة. وإذا كان هذا التسريب يعكس شيء فهو يعكس نهج هذه الدول، وهي نفسها التي سربت قائمة المطالب للأسف للتقليل من شأن هذه الوساطة وتحترمها، وهي على مستوى شركات وليس على مستوى الدول. بينما ما ذكر وما جانب هذه الحملة هذه التسريبات من حملة إعلامية حول عدم التزام دولة قطر باتفاق الرياض، فهذه كلها مغالطات. دولة قطر التزمت بكافة بنود هذا الاتفاق، وكانت هناك محاضر تشهد على التزام دولة قطر بهذا، وهو اتفاق جماعي، هو ليس اتفاق يخص دولة قطر فقط، وإنما هناك التزام جماعي من كافة الدول، ولم تذكر دولة قطر كدولة وحيدة يفرض عليها الالتزام بهذا الاتفاق. بينما ما اتخذ من إجراءات ضد دولة قطر هو مخالفة واضحة من دول الحصار لهذا الاتفاق، بأنهم لم يستخدموا أي آلية من آليات فض النزاع المذكورة في هذا الاتفاق. وكما ذكرنا مسبقا، إذا كانت هناك أي مظالم يجب أن تبحث وفق آليات مدرجة، سواء كان في اتفاق الرياض أو في ميثاق مجلس التعاون الخليجي.